في الحلقات القادمة من برنامج مواقف يمانية، الجمهور على موعد مع واحدة من أقوى المفاجآت. الضحية هذه المرة قد يكون الناشط المعروف مصطفى المومري. تبدأ القصة بشكل طبيعي جدا، دعوة لتصوير تقرير إنساني في منطقة نائية، أجواء هادئة، ترحيب من الأهالي، تصوير لقطات عادية وكأن الأمور تسير كما خطط لها. فجأة يتغير كل شيء، أصوات إطلاق نار في الخلفية، سيارات مسرعة تمر بجانب الموقع، فريق العمل يصرخ ويطلب من الجميع الانبطاح أرضا. في هذه اللحظة سيحاول مصطفى المومري فهم ما يحدث. يسأل بسرعة: ما الذي يجري؟ من هؤلاء؟ لماذا لم تخبروني؟ التوتر يبدأ بالظهور، نبرة صوته تتغير، نظراته تبحث عن مخرج آمن. قد يحاول التماسك أمام الكاميرا، لكن مع تصاعد الأحداث سيتحول الموقف إلى اختبار حقيقي للأعصاب. سيهتم أولا بالفريق من حوله، يسأل عن المصور ويتأكد أن الجميع بخير. ومع استمرار الأصوات والارتباك قد يصل إلى لحظة صمت قصيرة، لحظة يدرك فيها أن الأمر أخطر مما يبدو. ثم تأتي المفاجأة، يتوقف كل شيء فجأة، يبدأ الفريق بالضحك ويتم كشف المقلب. ردة فعله ستكون مزيجا من غضب ساخر وضحكة متوترة. قد يقول جملة قوية أو يطلق وعدا مازحا بالانتقام من فريق الإعداد. وفي النهاية ستبقى هذه الحلقة واحدة من أكثر الحلقات إثارة، لأنها ستكشف جانبا جديدا من شخصية مصطفى المومري في موقف لا يحسد عليه.